بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي ليكم، يا رب تكونوا بخير. اليوم كان عندنا مباراة مهمة في دوري أبطال آسيا للنخبة. مباراة كانت ما بين الاتحاد السعودي والغراف القطري. سبعية الاتحاد السعودي النهارده بيفوز ب7 أهداف مقابل لا شيء. مباراة جميلة جدا، مباراة رائعة جدا، كل حاجة فيها جميلة. جمهور النهارده الاتحاد السعودي حاجة تفرح، تصوير الملعب، اللاعبين، الأداء، حاجات كتيرة جدا. سبعية الاتحاد السعودي النهارده تحت قيادة الحكم الأردني المتميز دايما أدهم مخادمة، طاقم تحكيم أردني. الحكم كان أدهم مخادمة، الحكم الدولي، وكان معاه المساعد الأول كان محمد الخلف، وهنقف عنده شوية في حالة مهمة جدا ودقيقة جدا اللي هو الهدف الثالث للاتحاد السعودي. أحمد الرويلي كان المساعد الثاني، وعندنا المفاجأة حكم الفار من سنغافورة محمد توكا الجعفري. هو الفار بيتطبق في اسيا؟ والله بيتطبق في اسيا. الفار بيتطبق في اسيا، بيتطبق في اسيا. في دوري ابطال بيتطبق في دوري ابطال. انا طالع الفيديو ده مخصوص مش عشان خاطر المباراه طبعا يمكن فيها حدث واحد بس اللي هو الهدف الملغي هنتكلم فيه، ولكن انا عاوز اقول لك شوف البطوله بيطبق فيها الفار. وعاوز اقول حاجه مهمه جدا، الهدف اللي اتلغى اللي هو الهدف الثالث كان ممكن يكون هدف المباراه، ولكن لولا وجود الفار كان ممكن الهدف يتم احتسابه، لان فعلا الهدف في الملعب تم احتسابه. عاوز بس اوريك يعني ايه الفار ومهمه الفار، والكلام اللي احنا بنقوله دايما عشان نطبق الفار عندنا في دوري ابطال افريقيا اللي لحد دلوقتي مش عارفين نطبقه. دوري ابطال اسيا الفار بيتطبق في دوري ابطال اسيا. نروح للمباراه. زي ما قلنا الجمهور لازم النهارده نقول كمان عوار، حسام عوار، يوسف النصيري النهارده هم كلمه السر طبعا مع الجمهور الكبير من الاتحاد النهارده اللي كان موجود في المباراه. حسام عوار هاتريك النهارده ب3 أهداف، حاجه رائعه جدا جدا، لاعب متميز. النصيري النهارده بيجيب هدف، اول هدف ليه، والنهارده كان بيلعب في الاتحاد بعد ما اتنقل للاتحاد في تاني مباراه ليه. النهارده لعب مباراه في الدوري، النهارده اول مباراه ليه في دوري اسيا. بنقول له مبروك يا نصيري، هدف الاول، وبنقول مبروك لحسام عوار هاتريك النهارده ب3 أهداف. المباراه زي ما قلت 7 أهداف. حسام عوار سجل 3 أهداف، النصيري سجل هدف، دانيلو سجل هدف، فرنانديز سجل هدفين، 7 أهداف. والهدف الملغي لو كان تم احتسابه كان هيبقى 8 أهداف. نروح للهدف الملغي اللي هو الحالة الوحيدة النهارده، اعتقد الاختبار الوحيد، بس كانت حالة صعبة جدا جدا نعذر فيها محمد الخلف المساعد الاول لان حالة دقيقة جدا جدا جدا. نروح للهدف اللي اتلغى دقيقة 27. هنا فرنانديز بيسجل هدف، الحكم بيحسب الهدف والمساعد بيحسب الهدف، ولكن ننتظر حكم الفار اللي هو الجعفري من سنغافورة. بننتظر هنا بتيجي لقطة الفار ان الهدف تسلل بجزء صغير قوي من الجسم، وبالتالي هنا ده الحالة الوحيدة اللي كانت موجودة عن محمد الخلف. هدف ملغي كان هدف صحيح نتيجة تسلل، لكن شكل المباراة كلها تحكيميا اداء متميز جدا جدا في وجود تقنية حكام الفار. مبروك للاتحاد وهارد لك للغرافة. النهارده ما كانش يومها، ولكن اعتقد زي ما قلنا كلمة السر جمهور عوار يوسف النصيري. مبروك للاتحاد، هارد لك للغرافة في تحليل مباراة أخرى. أترككم في رعاية الله.